تفضل. أنتقل للدار البيضاء معك سي طيب أعيس. هل يمكن أن نقول بأن ما تفضل به الدكتور زكريا اليوم وما يفرضه الواقع الإسباني المغربي من أرقام معاملات ضخمة وضخمة جدا، من تنقل يفوق ما يعني كنقولوا أكثر من 45% من المغاربة يفضلون العبور من البحر إلى المملكة والخروج من المملكة عبر الممرات البحرية باتجاه القارة الأوروبية، كل هذا ألا يحث إسبانيا والمغرب على أن ينتشلوا ذلك الملف من الرف الذي أكلته ربما تغيرات الزمن، وأن يتم فتح باب النقاش حول معبر يكون عبر قنطرة، عبر لا نعرف ماذا، طريق سيار فوق المياه، قل ما تشاء، كل الإمكانيات متاحة فيما يخص التقنيات العلمية الحديثة التي تستخدم في الهندسة والبناء. هل يمكن أن يفتح هذا الملف من جديد؟ هو الملف القنطرة بين المغرب وإسبانيا مفتوح من زمان. يعني الدراسة الأولى كانت في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وكنت شاركت في هذه الدراسة. يعني والآن طرحت من جديد. يعني هناك طرحين، إما أن تكون قنطرة أو يعني يكون قناة تحت مائية، يعني تونيل تحت البحر، والأرخص هي القناة تحت البحر. ولكن القنطرة فوق البحر تبدو من ناحية السياسية مهمة جدا، لأن يظهر الارتباط بين المغرب وإسبانيا وبين المغرب وأوروبا كذلك، وأفريقيا يعني وأوروبا أيضا، وأفريقيا وأوروبا بطبيعة الحال. وهذه القناة وهذا الطريق طبعا هو مهم جدا بالنسبة للمغرب.